ولكن أخي عبد الحافظ كثيرا ما يتردد مثل ما أخس من قديد إلا عسفان. نرجو منك إيضاح معنى هذا المثل والحادثة التي ضرب المثل من أجلها. هذا المثل من قديم جدا، أيام الحجيج والقوافل القديمة ومحطات الطريق. طبعا محطة قديد محطة الطارف، نعم، بالإضافة إلى محطة عسفان هنا. فكانوا مع أحد القوافل حرامية جايين من الشام. نعم، ووقفت القافلة في محطة الطارف في قديد. نعم، الحرامية أخذوا أمتعة الحاج. نعم، شيخ المحطة مسكهم واسترجع أمتعة الحاج وجلدهم. نعم، وشدت القافلة ممتاز على عسفان. وصلت محطة عسفان أو آبار عسفان، فالحرامية هذول سرقوا أمتعة الحجاج كمان. نعم، مسكهم شيخ المحطة وأخذ الأمتعة ورجعها لأصحابها وجلدهم ضربا وسجنهم نعم، حتى ينتهي الحج. حارس السجن سمعهم يقولون ما خس من قديد إلا عسفان. في قديد جلدونا وفي عسفان جلدونا وسجنونا كمان لآخر الحج وفاتنا الموسم. فهذا تفسير المثل. شكرا شكرا للمؤرخ عبد الحافظ على هذا الإيضاح. ألف شكر وتقدير، وتحياتنا جميعا لك، وفي أمان الله.